يعني زي ما حضرتك شايف كده ان قبرص ما هياش بتنقسم شطرين. جمهورية قبرص التابعة لليونان وجمهورية شمال قبرص التركية. نعم. وأثير موضوع أنه ولماذا لا نأخذ خطوط الأساس الخاصة بجمهورية شمال قبرص التركية، وفي هذه الحالة ستتغير المنطقة بالكامل، والنقطة 8 دي سوف تترحل شرقا، ومعظم الحقول بتاعتنا او الحقول الغنية بالنفط اللي هي ليفياثان وافروديت والحقول دي وشمشون كلها هتبقى في داخل. بس ده معناه سياسيا يا دكتور انك لا تعترف بقبرص التركية، وما اعترفش بها ليه؟ ولماذا لا اعترف بها؟ يعني اذا كان في مصلحتي ان انا خاصة لا انا بقول لا تعترف. انا ما بعترفش حاليا بشمال تركيا الوحيده اللي بتعترف بيها، لكن لو انا اعتقد ان انا لو ليا مصلحه بالاعتراف بجمهوريه قبرص الشماليه، واعتقد ما اعرفش سياده الوزير السفير يوضح لنا النقطه دي. الاتفاقيه يا فندم بتنص على انه ممكن عقد اتفاقيات مع دول غير منضمه لهذه الاتفاقيه، اللي هي اتفاقيه اعالي البحار. نعم. فلما نتفق مع قبرص الشماليه مش ضروري نعترف بيها. مش ضروري نعترف بها سياسيا. وبعدين حضرتك دلوقتي الامور اتغيرت، شوف احنا علاقتنا بتركيا ايه. طب دي معلومه حاسمه. وممكن قوي نغير موقفنا، خاصه بعد ما بان تعاون قبرص الشديد مع اسرائيل. ده واضح، ده واضح للعيان. هناك معلومات تفيد ايضا بتعاون عسكري لا يتوقف بس عند واكثر من هذا، وتعاون في المخابرات. نعم. يعني بؤرة موساد، قبرص دي بؤرة موساد. طبعا تاريخها معروف، بس لما بنتكلم عن التعاون العسكري حتى في اطار ده، واعتقد الدكتور نايل الشافعي كان يعني لجأ الى بعض المصادر التي اكدت ذلك. مظبوط؟ ايوه قصد حضرتك على انه قبرص طلبت حمايه عسكريه من الاسرائيليين. الاسرائيليين وفروا لهم حمايه لعمليات الاستكشاف. دي موضوع الاخبار يعني موجوده تعج بالتفاصيل عن ذلك. 620 مليون دولار رصدتها اسرائيل لعمل شبكه باسم الدرع حول منصات الغاز. نعم. وبالاضافه ل4 سفن حربيه مجهزه على اعلى مستوى، طيارات بدون طيار للاستطلاع، زوارق حربيه بتغطي منطقه الاكتشافات. ودي جت بعد زياره رئيس الوزراء الاسرائيلي لليونان والقبرص، واخذ سماح للطيران الحربي الاسرائيلي بالتحليق فوق منطقه مراد بحريه بين اسرائيل والولايات المتحده الامريكيه خلال الشهور الماضيه، شهرين او 3. طيب. ومناورات جويه بين اسرائيل واليونان اخيرا من اسابيع. انا عايز اقول حاجه هنا، خلينا نبص كمان لقدام. النقطه الغاز خلاص، الحقول اكتشفت، افروديت وليفايثن. النقطه اللي جايه، التحدي القادم اللي جاي هو تصدير هذا الغاز. وتصدير هذا الغاز لن يتم بسبب الاعماق اللي موجوده في قاع البحر غير عن طريق، اما عن طريق البر عن طريق سوريا، او عن طريق البحر عن طريق المياه المقابله للساحل المصري. ولذلك انا لا افصل ذلك. ليه مش موجود البديلين دول بس؟ وليه عشان على ارضه ويصدروا من عنده؟ ما هقول لحضرتك، ما حتى لو صدروا من عنده عشان يعمل خط انابيب يروح لاوروبا اللي هي المستهلك الحقيقي النهائي. فلازم يا اما هيطلع ارضا برا عن طريق سوريا الى تركيا وينضم الى شبكات المختلفه اللي طالعه على اوروبا منها، او البديل الثاني ليها انه ينزل جنوبا، او لو طلع شمالا في البحر المتوسط شمالا شمال قبرص. ده لن يتم لان دي تركيا، وتركيا رافضه تماما مرور مثل ذلك. ده بافتراض انه احنا من بكره ما عملناش اللي بيتمناه واحد في حجم السفير ابراهيم يوسف. انا عايز اوصل حضرتك لحاجه. النقطه هنا المرور الجنوبي يحتم عليهم عشان يقدروا يمروا انه يكون في حدود، يجب ان يكون هناك حدود
ما بين في المناطق الاقتصادية لقبرص واليونان، وهذا طبيعيا غير موجود. ولكن بزيارة الرئيس اليوناني إلى مصر يوم 18 أكتوبر هو ألقى في السياسة، في بركة السياسة الخارجية المصرية بحجر، انه قال انه هو جاي بيطالب بترسيم الحدود مع مصر، ومش كده وبس، وبيقول ان موجود في حقل مشترك ما بين اليونان وقبرص ومصر. اذا هو بطريقة غير مباشرة بيقول ان هناك حدود ما بين اليونان وقبرص، وهذا غير موجود، ويجب ان ينتبه المسؤولين المصريين الى ذلك. لان حدودنا لو حضرتك تشوف الخريطة انه بعد بحيرة البرولوس شمالا مفيش قبرص. نعم. انت بتطلع على طول مقابل ليك هو ساحل الاناضول. هو ده اللي انا عايز احطه قدام الساده المشاهدين، ويسعدني ان يكون معنا الان على الهاتف الاستاذ الدكتور خالد عبد القادر عوده، العالم الجيولوجي المصري الكبير. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا احد ينكر الدور الرائع والعظيم اللي حضرتك لعبته ولا تزال تلعبه، وكلنا يحترم يعني موقفك فيما يخص هذه القضيه. الله لك. انا عايز اولا تحياتي لحضرتك ولضيوفك الكرام. شكرا جزيلا. وثانيا يعني بشكر برضه لكلمه السيد الوزير، بس احب اوضح له ان انا ما ابلغتش وما قدمتش بلاغ للنائب العام. النائب العام يعتبر مقال الاستاذ فهمي هويدي بمثابه بلاغ للنيابه العموميه، واعلن بدء التحقيق فيه. صحيح، ده جميل، واشكرك على هذا التوضيح. انا عايز اعرض على حضرتك الخرائط اللي حضرتك واضح انه يعني مش عارف حضرتك لقيتها فين، لكن يعني ما كانتش موجوده حتى في ايدينا لما عملنا نعم. التحقيق وعملنا المناقشه. انا كنت حافظها للنيابه العموميه في وقت المناسبه، وبعدين انا اضطررت ان انا اخرجها اليوم لاثبات العوار الكامل في الاتفاقيه الموقعه مع قبرص. طيب اسمح لي، انا هحطها على الشاشه قدام حضرتك دلوقتي، وحضرتك تشرح لنا ايه اللي احنا شايفينه ده. طيب يا فندم. اتفضل. هي اذا كان شاشه التلفزيون قدام حضرتك وصوته واطي، حضرتك هتكون كانك قاعد معانا في الاستوديو. طيب حضرتك لما تطلع الصوره برضه وضح لي. طيب دي الخريطه الاولى. ايوه يا فندم. دي الخريطه الاولى اللي عليها ارقام. ايوه دي 8 نقاط يا فندم اللي تم تعيين احداثياتهم. نعم. لاحظ ان 7 و8 هم النقطتين فقط اللي يرسموا الحدود، منتصف الحدود بيننا وبين قبرص، مع اعتبار انهم تخلوا عن حق مصر في السفح الجبل ايراتوستينز. نعم. ومع ذلك بنقول 7 و8 زي ما هم راسمين كده مظبوط. تعال شوف حضرتك من 1 ل6. طيب. كلها تقع غرب جزيرة قبرص. طيب ولا تمثل الا الحدود اللي هي البينية، منتصف المسافة بين خط الاساس المصري، حتى لو تركيا ما وضعتش خط اساس. فانا بقسم بالنصف ما بيني وبينها، فهم وضعوا الخطوط من 1 ل6. لاحظ حضرتك ان ال6 كلهم لا يخص قبرص، ويخص تماما طبقا لقانون البحار اللي هي الدولة المقابلة الاخرى اللي هي تركيا في الوقت ده. نعم. ومع ذلك هو لو تشوف حضرتك الصورة التالية اللي بعد دي، قبل ما اروح على الصورة دي بس يهمني يا استاذ محمود لو سمحت ترجع، علشان لازم نعرف المصدر. هذه دي الاحداثيات الثمانية التي تشكل الحدود البحرية الاقتصادية مع قبرص، موقعة على خريطة ديجيتال معدة برادار مكوك البعثة الطبوغرافية لوكالة ناسا. ده المصدر علشان. أيوة الصورة التالية بقى، اتفضل يا دكتور. الصورة التالية اللي هي الساتلايت، نفس الصورة بعد ما تنزل الساتلايت اللي هو ديجيتال جلوب بالظبط على صورة. زي ما قلت لحضرتك يعني انا ارحب باي طعن، ليس هناك اطلاقا وجال للطعن لا في مسافات ولا في مقياس رسم او احداثيات. جميل. والنقاط دي هي النقاط تماما اللي هي مكتوبة في الاتفاقية. جميل. شوف لاحظ حضرتك انه السفح الجنوبي الجبل ايراتوستينس فين، نفس الخط اللي هي نقطة 7 جنبيه مباشرة، اللي نعم. كانت من المفروض ان احنا نبقى في الداخل للأحقية الملكية. ليس فقط أحقية ملكية، احب اوضح حضرتك انه الجرف القاري مستمر لغاية هذا السفح. لان الاتفاقية بتقول يا 200 ميل يا الجرف القاري بحد اقصى 200 ميل. نعم. ومع ذلك دي مش قضيتي الوقت ان احنا شرحنا هذا الامر، والاستاذ الدكتور نائل الشافعي شرح لحضرتك بالتفصيل. نعم. انا بتكلم على ال6 نقاط اللي هي لا تخص اطلاقا قبرص. نعم. تعرف حضرتك
لما تنتقل الست نقاط دول للصورة التالية مباشرة. اوكي، قبل بس ما نسيب دي الصورة دي بعد اذن حضرتك، أيوة. برضه اعيد يعني اسناد المصدر الاحداثيات الثمانية التي تشكل نفس الصورة اللي هي بتاعة الرادار، بننزل عليها الساتلايت بتاع ديجيتال جلوب. ده صورة القمر الصناعي ديجيتال جلوب، بينزل يعني انت لو رجعت للصورتين نسخة واحدة. صحيح. طيب الصورة الثالثة اللي بعديها، ايوه، شوف حضرتك، شايف الخط الاصفر ده؟ نعم، هو خط النص الحقيقي اللي مصر فقدته مع تركيا. واهدته بالكامل لقبرص 15,000 كيلومتر مربع. يعني احنا خسرنا 15,000 كيلومتر مربع في هذه الاتفاقية. تصور ان رقم واحد، بص حضرتك رقم واحد، اشمعنى رقم واحد سليمة؟ واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة كلهم اقل بكثير من خط النص. تركوا هذه المسافة لمين؟ وازاي يدخلوها في اتفاقية مع قبرص وهي تخص تركيا والحدود مع تركيا؟ وطبعا دي المنطقة دي يعني بالدليل واضح ان هي في منتهى الثراء، لانه يعني في اسفلها ناحية اليمين أيوة. في افروديت، أيوة. وعلى بعد 2 كيلومتر منه في وعلى السفح الجنوبي والغربي. نعم. طيب حضرتك التكبير بتاعها في الصورة القادمة. نعم. برضو ديجيتال معدة بالرادار. دي هو مكوك البعثة الطبوغرافية لوكالة ناسا. شوف حضرتك النقاط وكالة ناسا اللي بعديها يا استاذ محمود. وادي الخط اللي يفصل قبرص وتنتهي قبرص. قبرص لها ساحل غربي لو تلاحظ حضرتك. نعم. لكن هذا الساحل الغربي هيقع في مين؟ في النصف الخاص بتركيا واليونان، لا شأن لنا بهم. هم يتفقوا مع بعض لكن مش في النصف بتاعي. فما كان ممكن اطلاقا حد يقدم على اتفاقية ويضيع على مصر 15 مليار متر مربع. فتح الله عليك يا دكتور. طيب لازم اسأل حضرتك كيف ترى يعني الطريقة التي ينبغي او يتعين عليها ان نتناول الملف الان؟ يعني سعادة السفير ابراهيم يسري رافع قضية امام القضاء الاداري. أيوة. بيطالب باعادة نظر في اتفاقية مصر وقبرص كبداية اولى. ايوه، انا اؤيده تماما في ضرورة الغاء اتفاقية الترسيم مع قبرص، لان هذا الترسيم هو اللي قيد شركة البترول ووزارة البترول. خلي بال حضرتك، وزارة البترول مش مسؤولة. نعم. لان هم اللي قيدهم بانهم يضعوا الامتياز في جنوب النقاط. تصور ان كل ال 15,000 دي راحت من امتياز النميد الجديد اللي نازل. نعم نعم نعم، صحيح بكل تأكيد. ثانيا انا يعني برجو كمان كنتيجة للنقاش زي ما قال السيد الوزير وحضرتك انت اللي قلت وبدأت الكلام في انه هو يجب ان كان يستفاد بهذا النقاش عند ترسيم الحدود. طيب ترسيم الحدود ده راح وخلص. ألا ممكن ان احنا نرجو يعني بان احنا اللجان الان تشكل تبقى فيها كل نقاش لاعادة ترسيم الحدود، ويجب ناخد بقى بالخبرات العلمية. مهم جدا ما نستثنيش حد ابدا. والشفافية انها تعلن على الشعب وتستدرج اراء الشعب. خلي بال حضرتك كمان يا استاذ يسري انه المنطقة الاقتصادية مش مجرد انك تطلع غاز، ده صيد السمك حق للدولة فقط. ما يستطيعش مركب يدخل يصطاد سمك في اي منطقة اقتصادية لك. وكل ما في باطن البحر يعني مما نعرفه الآن ومما لا نعرفه. أيوة. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ الدكتور خالد عبد القادر عودة، الجيولوجي العالم الجيولوجي المصري الكبير. هناك سؤال حاسم وفاصل لازم يوجه إلى سعادة السفير إبراهيم يسري. أما وقد وقعنا اتفاقية مع دولة أخرى أمام العالم كله، هل إيه اللي ممكن يترتب علينا إن إحنا نفسخها إن كان هذا هو يعني المظن الأخير؟ احنا القضية أولا مرفوعة ضد قرار إداري صادر من وزير الخارجية بنشر الاتفاقية وبدء العمل بها. فالمحكمة تستطيع أن توقف تنفيذ القرار الإداري أو تلغيه، لأنه احنا لو جينا نتكلم في اتفاقية دي صادرة من مجلس الشعب ما فيش اختصاص للقضاء الإداري فيها. فاحنا أساسا علشان نقدر نوصل إلى اختصاص القضاء الإداري أنا طعنت في قرار وزير الخارجية
اللي بيتضمن شيئين: نشرها بصحيفة رسمية وبدء العمل بها. وده يبقى اسمه قرار تنفيذي. أي قانون بيطلع يا فندم بيبقى ما عايز حاجة اسمها لائحة تنفيذية بيعملها الوزير. لو ما عملش الوزير اللائحة التنفيذية لا ينفذ القانون. فهنا إذا الاتفاقية بالنسبة لنا هتكون غير موجودة. احنا بقى ممكن هنروح المحافل الدولية لأنه علينا مسؤولية دولية. نعم. المسؤولية الدولية دي هنحلها فين؟ يا محكمة العدل الدولية يا محكمة البحار. أعالي البحار. موجودة الاتفاقية عاملاها. وبعدين الشركات اللي بتطلع الغاز هنتعقبها في كل مكان بالقضايا في الحقول بتاعتهم. وحتى لما تنقل الغاز إلى أي مكان هنتعقب الغاز وهنتعقب النقل وهنتعقب الأنابيب وهناخد أحكام. يعني هي معركة قانونية، معركة وطن متشعبة وممتدة. اللي أنا عايز أقوله بس كمان يا فندم بالمناسبة يعني شيء محزن. مصر مغتالة في حقوقها في الشمال وفي مياهها في الجنوب. وعايزين مواقف. الموقف من مياه النيل موقف مايع، والموقف من الغاز مش واضح. عندنا الوزراء بيدافعوا عن هذه الاتفاقية. احنا فين يا فندم؟